بقى تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا شويه شوربه لحمه يبقوا حاجه كده فخر من الاخر، حاجه كده ايه الاجه. هنعمل ايه بقى؟ في ناس بتروح حاطه الميه واول ما الميه تغلي يروحوا منزلين فيها اللحم. لا انا ما بحبش الطريقه دي. الطريقه دي بتاعت ايه امي وستي الله يرحمهم. بنعمل اللحمه كده، نجيب اللحمه نغسلها، ولو الجزار نضيف ما تغسلوش اللحمه عامه يعني. بنحط اللحمه كده اهو في الحله، وبعد كده بننزل بقى باللي احنا هنحطه عليها. بص انا هنا مقطعه بصلايه، ودي شويه كرفس من اللي انا كنت مخزناهم معاكم، اللي قلت لكم ازاي تخزنوا. بصوا طالع اخضر ازاي مع انه محطوط في الفريزر. معلش هو عشان متجمد فقفش في الطبق. دي بصلايه، وادي الكرفس اهو فظيع وريحته، وبصوا لونه. انتوا حتى ملاحظين؟ بصوا لونه، بصوا لونه عامل ازاي، اكنه لسه معمول دلوقتي. حطيت البصلايه وحطيت كرفس. هقول لكم بقى هنحط ايه تاني، خليكم معايا. بصوا بقى حبايب قلبي، بصوا عندي هنا حبهان انا طحناه، ماشي. عايزه تحطي فصوص حطي، عايزه تحطي مطحون حطي. انا طبعا مش هحط الكميه دي، ده الحبهان غالي، انا هحط حبه صغيره كده. فسه حبهان، ماشي. لورا حطي كتير عادي، كده كده اللورا مش غالي. تمام. استنوا، فلفل اسمر، ماشي. خشوا جوه العلبه عشان تتاكدوا انه فلفل اسمر. حط فسه برضو عشان الفلفل الاسمر غالي. فسه فلفل اسمر. والموتوسيكل ده انا هولع في امه كده اهو، ماشي. بعد كده بقى الحته اللقطه الاخيره بقى هقول لكم عليها. بصوا حته سمنه صغيره اهي، حته سمنه، ونشوح الكلام ده كله بقى في بعضه. اديله ادي شمال يمين يمين شمال اهو. الريحه فظيعه. عايزه اقول لكم لو عندك عود قرفه عايزه تحطي حطي، مش عايزه خلاص ملوش لازمه. الريحه فظيعه. عايزه اقول لكم هتاخدوا احلى شوربه لحمه والله العظيم. الريحه بصوا فحفحت كده ولسه اللحمه ما استوتش. اوعي تحطي ملح، الملح بنحطه في الاخر لما اللحمه تستوي عشان ما تغيبش معانا. عايزه تحطي نوى بلح حطي، يرمي لك 2 كده نوى بلح فيها تسرع لك في السوا. زي ما انتم شايفين كده الريحه جباره. الكرفس ده تحفه تحفه. اول بقى ما تشرب ميتها ونشوحها كده تشويحه حلوه قوي، هنحط عليها ميه ونسيبها لحد ما تستوي، وهوريكم لون الشوربه هيبقى عامل ازاي. تمام. بصوا مش هتندموا والله، جربوا بس كده. اوعوا تحطوا الميه زي ما بيعملوا كده. بصوا اصلا من تحت بقت عامله ازاي. بصوا اللون، بصوا اللون ابيض فتح كده. ايه ابيض فتح ده. بصوا اللون بتاعها فتح ازاي. خليكم بقى معايا عشان اوريكم بعد كده الشوربه هتبقى عامله ازاي بعد اللحمه بتاعتي ما تستوي. اللحمه شغاله بالصلاه على النبي اهي. اللحمه اهي. طبعا هنعمل لحمه يبقى هنعمل معاها صينيه بطاطس. بصوا بقى طريقتي في صينيه البطاطس. انا بعمل ايه؟ انا بجيب البصل بقطعه اهو، واحط حته السمنه او الزبده او الزيت زي ما انتوا عايزين. حلو الكلام اهو، كلام جميل. حطينا السمنه بتاعتنا الحته بتاعتنا. بكون بقى محضره عندي الطماطم انا مقطعاها، ممكن تضربها في الخلاط. بص هو النور كان قاطع وانا قلت خلاص ادام النور قاطع انا هقطعها كده، وانا في اغلب الوقت بعملها بالطريقه دي بصراحه ما اكدبش عليكم. وعندي البطاطس اهي. انا بعملش بطاطس كتير، انا بعمل على قد الاكل علشان اللي بيقعد ما بيتاكلش. ادي البصله، بحط البصله هنا الاول وبديها تشويحه. بدي البصله بتاعتي كده تشويحه، ماشي. بعد ما البصله بتاعتي تتشوح بروح نازله بالبطاطس اديها برضو تشويحه، وبعد كده انزل بقى بالطماطم، ماشي. وبعد كده بروح نازله باللحمه بتاعتي بعد ما تكون اللحمه استوت خالص. لو هعمل فراخ، الفراخ بقى ليها طريقه تانية. يا اما بنسلقها الاول وبعد كده بنروح حاطينها بقى على وشها، يا اما بقى هعملها لكم مره بالفراخ واوريكم طريقتها ازاي. بتبقى صينيه البطاطس بالفراخ دي كلمه تحفه ديت قليله عليها، قليله عليها والله. والطريقه دي برضو خطيره.
بتخلي طعم البطاطس حلو. هي اصلا البطاطس غتة، صينيه البطاطس باللحمه او صينيه البطاطس عامه من الحاجات الغتة ام دم تقيل، فلو ما اتعملتش حلوه وطعمها حلو بتبقى بارده قوي، فلازم تتكتكوا فيها. بصوا انا كده ايه قلبته، انا مش عايزاه طبعا يتلسع مني، انا عايزاه بس كده اهو، واروح حاطه البطاطس على طول واخليهم ياخدوا ويدوا بشكل ودي بالشكل ده. اها كده اهو، حبه صغيره البطاطس انا عارفه، بس احنا هنعمل ملوخيه وعشان كده اصلا العيال مش بترضى تاكل الاكل زي ما قلت لكم اللي بيقعد اهو. ماشي، عايزه اقول لكم ان انا هعمل لكم النهارده الملوخيه اللي فرزناها، هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. هفضل بقى اقلب فيها بقى حلوه قوي، وبعد كده هحط بعد كده الطماطم في الاخر، خليكم معايا. بصوا حطيت الطماطم وعهد الله طعمها خرافه خرافه. بصوا هي لوحدها عملت ازاي اللون، ولا طحنتها بقى ولا الهوا، هي الشرايح انا كده كده مش عايزه الشرايح اصلا تبقى زي ما هي، انا عايزاها تدوب في السوا يعني. وبيني وبينكم انا اصلا مش عايزه اضربها في الخلاط، مكسله، فانا بعملها على طول كده، طعمها رهيب. اللحمه بقى تستوي تقومي حطها عليها تتشرب كده منها، عايزه بقى تدخليها تحت الشوايه كان بها، مش عايزه على كده زي الفل. ماشي، خليكم بقى معايا، بعد كده هنجيب الملوخيه ونرجع، خليكم معايا. بصوا بقى ادي الملوخيه اللي انا مفرزاها، بصوا طلعتها من الفريزر، شايفين لونها عامل ازاي، شايفين الخضار بتاعها عامل ازاي، اهي مجمده اهي، بصوا زي الفل، زي الفل، جميله. اول ما اقول لكم على حاجه تعرفوا ان هي اصلا حلوه وجميله. هحطها بقى في الحله، وزي ما قلت لكم كبشه شوربه واحده، وهسيبها تفك براحتها، وبعد كده بقى اشوف محتاجه تاني ولا لا. بصوا بقى الشوربه بتاعتي حلوه جميله ازاي، بصوا زي العسل، خطيره والله، الموبايل ظالم لونها جميله، والريحه بتاعتها بصوا مفحفحه مفحفحه. وادي الملوخيه اهي، شايفين الملوخيه انا حطيت لها كبشه شوربه واحده بس. ايه بصوا انا عايزه اوريكم حاجه، انا حاسه ان هي عايزه تاني، بصوا تقيله، فانا هحط لها كبشه تاني. تمام، لما اجي احط التوم بقى هحط لها، بصوا اهي متفرزه بس. وادي البطاطس بتاعتي، هاخد بقى اللحمه وانزل بيها على البطاطس ايه بتاعتي اهي. بس ايه سيبوا بقى اللورة والكلام ده كله ما تاخدوهوش على البطاطس يا عم، انزل. بصوا برضو شابطين في البتاع ازاي. هحط بقى على البطاطس كده اهو، ماشي، وهسيبها تاخد غلوه وهدخلها بقى تحت الشوايه. وادي الرز عندي انا بحمر الشعريه، بس انا موطيه النار خالص على ما ايه اخلص اللي انا بعمله. وادي الشوربه زي ما قلت لكم زي الفل، وادي الملوخيه اللي احنا فرزناها زي العسل. يلا بقى خليكم بقى، بصوا مش لازم اوريكم يعني الشكل النهائي بتاع الاكل، ما كده كده خلاص هنعمل رز وبطاطس وملوخيه يعني، كفايه على كده بقى. هبقى اصور لكم بقى حاجه كده لقطه اخيره، ماشي. يا رب ايه الحاجات البسيطه اللي انا بقول لكم دي تكون بتفيدكم يعني ان شاء الله كده. يلا خليكم بقى لما نخلص خالص كده ابقى اوريكم بقى شكل الاكل عامل ازاي. بصوا بقى الملوخيه، بصوا الملوخيه وجمالها، شايفين الخضار ما شاء الله. وهنا صينيه اللحمه البطاطس باللحمه حطيتها تحت الشوايه، حاجه تحفه تحفه. وده الرز بتاعنا عادي خالص، اكله بسيطه وسريعه، اعملوا بس اللي انا بقول لكم عليه، والله التكات البسيطه دي بتفرق. انا عاجبني الملوخيه قوي، جربوها بالطريقه اللي قلت لكم عليها، تفرزوها بيها. يلا اشوفكم في فيديو تاني مع تريكه تانية.